بداية كلمة ترحيبية باسم القبيلة من الشيخ عون الله بن عازم، ويلقيها نيابة عنه الشيخ فهد بن عون الله، فليتفضل مشكور. نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلوات ربي وسلامه عليه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها الحفل الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحيا الله هذه الوجوه الطيبة، وحيا الله هذه الجباه النيرة، وحيا الله هذه الجباه التي لم تسجد إلا لله موحدة وشاكرة. أيها الحفل الكريم، أصالة عن نفسي ونيابة عن الشيخ والدي الشيخ عون الله بن عازم البنوي السلمي، والشيخ حامد بن معيوض البنوي السلمي، والشيخ عبد العالي بن عامر البنوي السلمي، والشيخ وصيل بن حضيض البنوي السلمي، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لفارس هذه الليلة وعريسها الأخ رامي بن وصيل بن حضيض البنوي السلمي، وندعو له بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأصحابه، فنقول له: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم في خير. أيها الإخوة الأكارم، أيها الحفل الكريم، نرحب بمن حضر في هذه الليلة وبمن جاء في هذه الليلة مشاركا ومهنئا ومشرفا لحفلنا هذا، فنرحب بكم جميعا، نرحب بكم شيوخا وصغارا، نرحب بكم أيها الحضور الكريم في حفلنا هذا المبارك، ونقول لكم أهلا وسهلا وحياكم الله. ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، ونحمد الله عز وجل على هذا الأمن الذي نعيش فيه في ظل هذه الدولة الرشيدة، ونهنئكم بعيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله عز وجل أن يعيد علينا هذا العيد والأمة الإسلامية ترقف بثوب العز والنصر، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.